يعني أنا جيلي مثلًا كان عندنا طقوس في اللعب، يعني قبل ما نلعب لازم نعمل كيلو بامية، ودي اللي هتحدد مين يبدأ اللعب أو مين هيلعب مع مين، وكنا بنلعب بقى ألعاب زي فضة الظهر، السبع طوبات، نحل، نطير طيارات، السيجا، نلعب بيلي، استغماية، الترنجينة، بيوضة، أريكة، ده كله غير إننا نلعب كورة في أي شارع أو جرن. فيا ترى الناس زمان كانوا بيلعبوا ألعاب زي إيه؟ كنا بنلعب بلتك وبنلعب لا مؤاخذه يبقى الواحد ايه يجيب الشورت بتاعه يعمله زي الوي كده زي الفرجله كده ويجي عاوز ايه اتنين قاعدين وواحد قاعد ورا كده وروح هوب اللي دي واحد يخبط التاني يخبط خش بلتك كده وفي ايه نعمل دايره كده. اقوم انا بقى اعمل ازاي؟ اجي على اللي هو قريب كده ومش ان انا لما انطه قوم هو يطلع، لا انا اروح جاي ايه شايله وروح مطلعه بره، يبقى خلاص طلعته بره. كنا بنلعب بلتك وشد عدس وننط الفطه اللي هي من على الظهر دي. يقول لك لعبه اسمها الميس او سن كده، ده على الحيطه كده، سن وزعت الحاجات دي. والميس دي كانوا يحطوا حته شكف كده او زي بلاطه كده، وواحد يصقل الكوره من مطرح ما الكوره تقف، انت ايه بتجيب بتصطاد البلاطه دي. الاستغماية بالليل قط العامية يستغمى كده يعني، ونضرب فيه بالتلافيع، نمسك التلفاعة بتاع واحد يستغمى مطرحه. والاستغماية وقول مثل نقول حاجة واحنا قاعدين في الشارع. السيجة والفطة والحبل، نط الحبل. يجيبوا خشبة معوجة كده والعبوا الحاكس، يقعدوا في حتة واسعة زي حتة زناقلة وعاملين كورة كده يلعبوا الحاكس دي، يخبطها اللفافة ليه لفافة ليه، والجدعان اللي زي كده قال يعملوا يلعبوا الفاطة، واحد يوط والتاني يعدي من عليه يعدي التاني يم. كنا نعمل مسرحيات في الصيف في حي الزناقله، كنا نعمل مسرحيات ويبقى فيها تمثيل بجد.